السلام عليكم أحبابي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. رجعت لكم اليوم بوصفة الشاباتي التونسية. هي أكل سريع في تونس، ولكن الشاباتي هو اسم هندي، يعني ساندويتشات هندية لكن بطريقة مختلفة. شوفوا كيفاش نعمل. احنا نوريكم كيفاش نعمل هكا لي زومليت والحشوة تاعهم بأنواعها. يعني تقدروا تنوعوا في الحشوة كما تحبوا. هي ليسونسيال والتركيز الكل على العجينة وعلى خبيزات الشاباتي كيفاش يجيو خفاف وظراف وسريعين. طبعا ديما نعطيكم الوصفة بطريقة سهلة وبسيطة، وطبعا أكيد لازم تكون سريعة. وهذه الوصفة المكتملة لازم تكون بنينة سريعة وخفيفة وناجحة إن شاء الله 100%. تابعوني حباباتي بالتفاصيل. طريقتي البسيطة راح تشوفوا. نعمل لكم اليوم تشاباتي بالطون إن شاء الله. نبدأ بسم الله كالعادة. احنا نبدأ بمغرفة خميرة مع مغرف سكر نخلطهم هك، وراح ندير الخمارة تاعي. الخمارة راح نديرها بشوية حليب دافي باش تطلع. هذه أحسن طريقة العجينة تجيكم خفيفة. نزيدو من بعد كاس تاع سميد. بون تشاباتي في تونس نورمالمون يعملوهم 100% فرينة، بس حنا ديما نخلط فرينة وسميد. حنعمل كاس سميد نخلطه هو الاول مع الحليب دافي، ونزيد له الفرينة. راح نزيد له في الاخير مع الفرينة كالعادة شوية تاع خميرة الحلوى، نصف باكي في هذه الكمية كما شفتوا. جوست برك بالمغرف، ما فيها لا عجن لا حد شي. خليوها هكا طريه. هذه لاستيس يعني باش تمتم تتخمر لكم وتمتم توجد لكم، ما تطولكمش في التخمير وتجيكم خفيفه. ونحط شويه زيت، حوالي زمغارف زيت ولا 3. انا مش حندير يعني كميه كبيره، بصح نخمرها كيما هك بشويه. وراح نخليوها طريه كيما هك بالمغرف فقط. نغطيوها ونخليوها تتخمر مده 10 دقائق. هذه الخمارة تاعنا طلع لنا من بعد كلش. بعد راح تولي تذوبل، يعني حتشوفوها باللي الكمية ولات ضعف. حنحط شوية هنا تاع سينوج الأسود اختياري، أنا نحبه عجل صافي باش نزيد شوية في القيمة الغذائية. ممكن تحطوا تاني سمسم عادي، حتزيد في البنة وتزيد في يعني في الصحة. من بعد نزيدوها الفرينة حتى تولي عجينة شوية متماسكة، يعني مش عجينة طرية بصح ما تلصقش كيما راكم تشوفوا. عندي هنا هي نورمالمون كيما قلت لكم ما فيهاش خلاص سميد، يعني الوصفة الأصلية تاع تونس ما فيهاش السميد، بصح أنا زدت لها كاس سميد. ويعني بالإجمال هي كاس سميد وزوز كيسان فرينة. هذه الوصفة، هذه الكمية يعني اللي درتها أنا. وهذه هي. احنا في الأصل ديما نحب نجيب لكم حاجة جديدة ما عندناش في الجزائر. احنا ناقصين شوية في المأكولات السريعة، يعني المأكولات تاع برا. أبار يعني يمكن عندنا المحاجب محجوبة، ولا عندنا البوراك. احنا الماكلة تاعنا بيتوتية أكتر. ما عندناش، ما كانش عندنا ثقافة الماكلة برا خلاص. يعني ما كانش عندنا نصب، وما كانش عندنا كيما بالنسبة باغ للتوانسة هما عندهم السياحة وما معروفين بالأكل السريع. ما نرجع تحت قوس برك. شوفوا كيفاش قرصتها، ما تخليوهاش خشينة ياسر باش ما تجيكمش معجنة. خليوها شوية هكا، يعني ماشي رقيقة خلاص، وماشي يعني عجينة خلاص هكا كيما المطلوع. خليوها تطلع وهي مقرصة كيما كيك حوالي ربع ساعة 20 دقيقة. ومن بعد سخنوا المرا تاعكم ولا أي حاجة عندكم بلا، ولا حتى تقدروا ديروها حتى في الطاجين عادي وطيبوها هكا. أنا نحبها حمرا الحق، نحبها تكون هكا محمرة. وطيبوا خبيزات شاباتي تاعكم كيما تحبوا. على نار قليلة طبعا، ما تخليوهاش يعني تتلهف، باش تخليو لها وقت انها تطلع. ولا وهذه الحشوة اختيارية، كاين بالكبدة، كاين بالدجاج، كاين بالطون. حبيت نبدل ديما ندير وصفات دجاج ولا اللحم ولا
ولا كبدة. اليوم عملتها لكم بالطون. تعرفوا الوصفات التونسية ديما هذه تاع هذا الكومبينيزون ميلانج تاع الطون البيض والزيتون وهريسة. هما هذه يعني لا باز تاع لي ساندويتش، سواء في الفريكاسي ولا تشاباتي. هذا هو البرانسيب. نبدلوا شويه بك نوعو. فريكاسي تقلى في الزيت، وهذا يعني يطيب كي البطبوطات كي مع هكا الخبيزات. هنا راح نوريكم لي زومليت. هي تجي كيما هكا محشيه بالومليت، ملح وفلفل، شويه توم مجفف، شويه هكا معدنوس تاني مجفف. انا عندي شويه ما عنديش الحشيش اخضر عادي. اللي كان عندكم معدنوس جديد اخضر قطعوا شويه معدنوس. تحطوا شويه زيت يسخن في المقله. عندي مقله انا مدوره صغيره، يعني حنديرها قد الخبيزات قد المقله. تخليوها تحكم وجه هكا شويه، ومن بعديك تقلبوها كيما راكم تشوفوا. ما تحرقوش العظام ياسر باسكو يطيب الريحه. وهذه هي الخبيزات تاعي. عملت في كل لي زومليت هقد خبيزه ندير لومليت تاعها. انا جو عملت 6 بيضات، يعني كفاتني لارجومون. شوفوا كيفاش طريه وهايله. وهكذا نحلوا الخبيزات كيما راكم تشوفوا. جات فريمون يعني بلا ما نزيد نشكر ونعاود. مقطنين، ما تتصوروش كيفاش جات خفيفه ومقطنه. وعلى قد ما رققتهم راكم شفتوا، يعني في الاول كي قرصتهم كانوا رقاق، بس طلعتهم طلعوا دوبل، يعني دوبل تاع الكميه تاع الخبيزات هذوك. حطوا الهريسه يعني اختياريه الناس اللي تاكل حار. وحطوا طبعا الدوره تاع البيض هذيك، هي شباعي. درت خبيزات كبار وشباعي. يعني درتهم عشا وياكل خبزه ما يزيدش. يعني ما حبيتش ندير خبيزات صغار ولا كيما البطبوطات الصغار. وهذه هي يعني عطيتكم فكرة. ممكن العشاء خفيف، ولا ممكن ساندويتش تديو معكم البحر ولا الخرجات ولا الغابة، ولا باش ما تشريوش من برا لي همبرغر ولا حاجة. انا ديما ندير هادو، ما نديرهم ندير كلش في الدار، وحاجة نظيفة لولادي. لي صوص كيما تحبوا اختياري. ولادي يحبوا مايونيز كيتشاب. هذه كيما قلت لكم لكم الاختيار في الحشوة. هي اللي على هالضرب هي وصفة الشاباتي العجينة، يعني عجينة الشاباتي وخبيزات الشاباتي هي الوصفة تاعهم. مع انه يعني شفت الشاباتي الهندي، اصل الكلمة هو هندي. الشاباتي الهندي هو كأنه مسمن. لي ساندويتش تشاباتي يعني هادوما اصل اسم الشاباتي. وكأنهم مسمنات. بصح في تونس يديروهم خبيزات كل مطلوع، حنا نقولوا له مطلوع. هادي حبيباتي خليكم مع يعني الاكزامبل اللي درتو في الحشوة. ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله نتلاقاو عن قريب في فيديو جديد اخر خفيف وظريف، ووصفة 100% ناجحة كالعادة. الحمد لله ما كاش نهار درتكم وصفة ما جربوهاش، حتى اللي ما عندهمش خبرة في الطياب ولا صلحت لهم من اول مرة. خليكم حبيباتي شهية طيبة، الى اللقاء ان شاء الله في وصفة اخرى.